ازاي نوفر بيئة مناسبة للعيال علشان الامتحانات؟ هقولك على 10 حاجات تعمليهم في وقت الامتحانات عشان نوفر بيئة مناسبة للعيال وما يبقاش ليهم حجة انهم ما يذاكروش. انا احب اهدي الفيديو ده للام الناصحة اللي عارفة ان صحة ولادها النفسية مهمة بالظبط زي امتحانات المدرسة. يلا بقى نشوف ال10 حاجات، بس ما تنسوش تدوسوا على شوية الزراير اللي حواليا. 1. ننظف البيت ونروقه ترويقة حلوة، بالذات مكانين اوضتهم لازم تكون مترتبة ورايقة وريحتها حلوة علشان يعرفوا يذاكروا بهدوء. المكان التاني اللي بياخدوا فيه البريك بتاعهم البلكونه او الصاله لازم برضو يبقى رايق ومترتب علشان لما ياخدوا البريك يبقوا مبسوطين. تاني حاجه بلاش صبح وليل نقول لهم ذاكروا ذاكروا ذاكروا، في وقت مخهم بيفصل لازم ياخدوا بريك علشان يعرفوا يرجعوا يكملوا. خلينا نذاكر ساعه ونفصل ربع ساعه، نذاكر ساعتين ونريح نص ساعه. تالت حاجه لو انت بتذاكري لاولادك ما تقعديش تزعقي وتقولي لهم ما انتوا بتلعبوا طول السنه. خلاص يا حبيبتي، ما اللي حصل حصل، انت دورك دلوقتي انك تطمنيهم وتلمي الدنيا معاهم على قد ما تقدري وتقنعيهم انكم هتقدروا تلموا المنهج وان شاء الله باذن الله تحصلوا كويس في النتيجه. واهم حاجه بقى في الموضوع ده هو اداره الوقت، انكم تحملوا جدول وتمشوا عليه. رابع حاجه بلاش الرسائل المحبطه والمقارنات، ما تقعديش كل شويه تقولوا له هتسقط مش هتنجح ومش هتفلح وتفضلي بقى تقارني، شوف ابن خالتك جاب ايه وذاكر ازاي، شوف ابن عمك قاعد مكفي على الكتاب. والكلام ده كله هيخلي العيال تقولك مش هذاكر، ما انا كده كده مش فالح وفاشل. بلاش اي رساله سلبيه، حوليها لرساله تشجيع وتحفيز. خامس حاجه بلاش خناق مع جوزك اليومين دول، خلي جو البيت هادي عشان العيال تعرف تركز. خلي بالك الخناق بيقلب معاهم والله بنتيجه عكسيه، وبيقعدوا يفكروا في كلام الخناقه واللي حصل ولا هيعرفوا يركزوا ولا هيعرفوا يحفظوا حاجه. سادس حاجه بقى لو عندك عيال صغيره بتروح الحضانه زي انا كده هتعملي ايه؟ هتمشي الصغيرين للحضانه وتصحي الكبار في التوقيت اللي الصغيرين في الحضانه هم يصحوا يذاكروا، هيبقى البيت هادي ومفيش ازعاج ومفيش عيال عامله دوشه. سابع حاجه بلاش زيارات في اسبوع الامتحانات، لان العيال ما بتصدق وبتسيب المذاكره وبتقعد مع الضيوف، وكلنا عارفين عيالنا ما بيصدقوا يلاقوا حاجه يخلعوا بيها من المذاكره. اجلي كل الزيارات لبعد الامتحانات. تامن حاجه اظهروا الحب لاولادكم وحسسوهم ان هم مش لوحدهم وان في تحديات اكبر من كده، ان الامتحانات دي فتره وهتعدي وبكره تقعدوا تفتكروها وتقولوا يا ريت الايام دي ترجع تاني. خفوا من توتر الموضوع وزودوا من ثقتهم بنفسهم. تاسع حاجه التحفيز بجايزه، ممكن نستخدم فكره التحفيز طول الوقت، يعني انا قايله لابني لو عملت اللي عليك وتعبت وذاكرت هصلح لك الموبايل. عاشر حاجه بقى لما النتيجه تطلع ولا قدر الله جت وحشه، لازم ولادكم يعرفوا انكم بتحبوهم مهما كانت النتيجه، وان حبكم ليهم حب مش مشروط، وان دي مش نهايه الدنيا، ونحلل مع بعض اسباب النتيجه الوحشه علشان نعرف نعالجها. قولوا لي في الكومنتات ازاي نساعد عيالنا انهم يعدوا فتره الامتحانات دي على خير.